رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى في جميع أحوالكم، واصبروا على ما ينالكم، فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر، وعليه ملازمة الصبر في أي مكان وفي أي حال وفي أي وقت. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم، وهو الإسلام، ولا يدعوه للسراء ولا للضراء، ولا لشدة ولا للرخاء، ولا يموتون إلا وأنتم مسلمون. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى في التنزيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: لما كانوا صابرين على ما نهاهم الله سبحانه وتعالى وزواجره جعلهم الله منهم أئمة يهدون إلى الخير بأمر الله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها المسلمون، اعلموا أن الصبر عنده مقام عظيم، وهو عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى الذي عجل الله سبحانه وتعالى شأنه. وقد حكانا الله تبارك وتعالى في قصة نبيه يوسف عليه السلام لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بإخوته وألقوه في غيابة الجب، وبعد خروجه منها كان عبيدا يعبد في دار ملك مصر، وبعد هذا دخل السجن
لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشر امرأة العزيز، ومع ذلك صبر يوسف عليه السلام، وبسبب صبره مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولهذا لما سألوه إخوته وقالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، أن الله تبارك وتعالى بشر للصابرين بالهداية والسلامة والخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلوات الله تبارك وتعالى على عباده رفع درجته وأن يلقى محبته في قلوب الناس أجمعين، وهذا صلاة الله تبارك وتعالى لعباده. أيها المسلمون، واعلموا أن الصبر ينقسم إلى 3 أقسام: الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله. والأولى الصبر على طاعة الله، فلا شك أن في الطاعة المشقة خصوصا في الصلاة إن لها تعب في البدن وحرمان النوم، ولكن إن تصبر وتصلي كما أمر الله تبارك وتعالى تجد أمامك خيرا كثيرا الذي لا يعد ولا يحصى. قال الله تبارك وتعالى للمصلين في الليل والناس نيام: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى فيهم وقال في محكم التنزيل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيها المسلمون، واعلموا أن للصبر آثارا عظيمة وثوابا عديدة التي لا تعد ولا تحصى، ولكن الصبر لا يكون صبرا إلا عند سلمة العولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصبر عند سلمة العولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته غر الميامين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. bayan haka ya ɗan uwa, ina yi wa kaina da ku wasici da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan al'amuranmu. Mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imomin da ya yi mana, sannan mu yi haƙuri a bisa ga dukkanin abin da zai same mu, domin shi ɗan adam rayuwarsa a cikin wannan duniya gabaki ɗaya tana tafiya ne a bisa ga tsarin Allah subhanahu wa ta'ala na jarrabawa. Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya jarrabarsa da alkhairi, haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya jarrabarsa da sharri. Da haka ashe kenan ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya kasance mai haƙuri da juriya a bisa ga dukkan jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Allah ya ce wallahi ba za mu gushe ba muna jarraba ku da nau'o'i na jarrabawa iri-iri, na daga tsoro da yunwa da karayar tattalin arziki da kunci na rayuwa